تعال اقول لك انواع العنصريين في المانيا وازاي تتعامل مع كل واحد فيهم. الجزء الثاني. النوع الثاني هو جرار المشاكل، اللي بيحب يجر، عارف انت، يشوفك كده يروح جاي يجرر شكلك. اللي يشوفك مثلا دلوقتي كده انا في الشارع بتكلم بالعربي، واقف مثلا في محطه الاتوبيس وبتكلم في التليفون، فده بقى يروح عامل ايه؟ ده يجي لك يقول لك هي مان دويتش سبريشن، تبص له بقى كده وتقول له انت عايز ايه يعني؟ هيروح باصص لك كده بقى ومجعر لك صوته، فاهم انت، بحنجره الالمان دي، يقول لك ايه فازن دي ان دويتشلاند موست دويتش ليرنن وده موست دويتش سبريشن، فاهم؟ هيتكلم بالطريقه دي كده. ده هتروح منزل التليفون من على ودنك كده بابتسامه بسيطه وباصص له في عينه وتجعر انت كمان كده وتطخن في صوتك، قول له اخ مان فيكلش زين في ان دويتشلاند ich dachte das ich in Maldiv bin. وتروح باصص له كده وبكل بجاحه تقول له wir sind auf der Straße ich spreche wie ich will und ich mach was ich will wenn du ein Problem hast وفي مجانا دي بوليساي. بس يا معلم، وكمل ارفع تليفونك وكمل مكالمتك بالطريقه اللي انت عايزها وافضل باصص له في عينه وكمل كلام بالعربي واوعى تخاف. وده كان النوع الثاني من العنصريه في المانيا. لو مهتم باي حاجه لها علاقه بالمانيا ما تنساش تعمل لي لايك وفولو عشان اللي جاي جامد. كان معكم محمد ابو عيسى وام ايه.